في اتنين صحاب قاعدين قدام محل وعمالين يضحكوا بصوت عالي قوي. عدى عليهم واحد مسؤول واستغرب من ضحكهم ده، فدخل عليهم وسألهم عن سبب ضحكهم ايه. فقالوا له يا فندم احنا عندنا حل لمشكلة البلد دي. فقال لهم هو مستغرب، حل ايه الحل؟ قالوا له يا سعادة البيه احنا نلم الشعب كله وندفنه وندفن معاه حمار. فالمسؤول استغرب وقال لهم تدفنوا معاهم حمار ليه؟ رجعوا يضحكوا بصوت اعلى من الاول. واحد فيهم قال للتاني مش قلت لك مفيش حد هيسأل عن الشعب خالص. واحد بيقول لصاحبه والله مش عارف الاقيها منين ولا منين، من صورتي اللي في الكاميرا الاماميه ولا من صورتي اللي في البطاقه الشخصيه ولا من صوتي بعد التسجيل، بحس ان واحد غيري. واحد خارج من البيت مستعجل، مراته بتقول له هو انت رايح فين؟ قال لها صاحبي مراته ماتت. قالت له ماتت ازاي؟ قال لها انا طحها طور. قالت له وانت رايح تواسي صاحبك؟ قال لها لا رايح اشتري منه الطور. اتنين محششين قاعدين مع بعض، واحد بيسأل التاني بيقول له مالك سرحان في ايه؟ قال له يا اخي والله محيرني الموضوع ده، ازاي انا عندي اخ واحد واختي عندها اخين. واحد محشش بيقول لصاحبه تميل المرأة للراجل الناضج، والراجل يميل للمرأة الناضجة والغير الناضجة والنص مستوية والخضرة والناشفة وأي حاجة أنثى فيها روح. واحد مسطول طينة راح معمل مختبر، قال لهم أموت وأعرف أنتوا إزاي بتحللوا البول وتحرموا البيرة. واحدة بتقول لجوزها يا حبيبي أنا رايحة حفلة تنكرية وعايز أدخل الحفلة أخوف الناس، ألبس إيه؟ قال لها ما تلبسيش حاجة، أنت تروحي من غير مكياج. ولد لقى تليفون ابوه بيرن وابوه في الحمام وامه في المطبخ، بص على شاشة الموبايل قال له يا بابا الملكة وردة بترن. الست جت تجري من المطبخ وهو خرج من الحمام بسرعة مسك الموبايل قال له فين الملكة وردة دي؟ مين اللي علمك عربي؟ دي اسمها مكالمة وردة يا حمار. واحد لقى شوية ستات متجمعين قال لهم بقول لكم ايه، ظهور الكرش عند الرجالة من علامات الزواج الناجح، واختفاء الكرش من علامات التحضير لزواج تاني، كل واحدة تاخد بالها من كرش جوزها. اللهم بلغ. واحدة بتقول لجوزها هما ليه بيسموا المتجوزين اختين عدايل؟ قال لها لان الاتنين كانوا نفس المقلب فتعادلوا. واحد بيقول لصاحبه ايه اسوأ رحلة سافرتها في حياتك؟ قال له رحلة رحناها وخدنا مرات ابويا معانا، كنت انا واخواتي بندعي عليها في سرنا وهي بتدعي علينا في سرها، واحنا راجعين من الرحلة العربية اتقلبت بينا كلنا. واحد كان عنده عربية بايظة وصاحبه بيقول له مش عايز تبيعها ليه؟ قال له يا عم دي حد يشتريها. قال له طب انا هقول لك على فكرة جامدة، انت تحط عليها علامة مرسيدس تتباع زي الهوا. صاحبنا عمل زي ما قال له وحط علامة المرسيدس. صاحبه رجع له بعد اسبوع وقال له ها بعت العربية؟ قال له ليه يا عم هو انا عبيط ابيع مرسيدس؟ واحد محشش بيسأل صاحبه هي امك ولدتك يوم ايه؟ رد عليه قال له يوم التلات. وانت امك ولدتك امتى؟ قال له يوم الجمعة. رد عليه قال له انت كذاب، يوم الجمعة اجازة. واحدة بتقول لي جوزها يا حبيبي اذبح لي اسد. قال لها اسد مرة واحدة؟ لا ده طلب صعب قوي، اطلبي طلب غيره. قالت له طب وريني الواتساب بتاعك. قال لها عايزة الاسد ده مشوي ولا مقلي؟ واحد بياكل فستق فمراته بتقول له ما تديني شوية يا حبيبي، راح مديها واحدة. قالت له ايه ده واحدة بس؟ قال لها كلهم نفس الطعم. ديناصور حط ايده على رجل ديناصورة، قالت له لو سمحت شيل ايدك كده عيب. قال لها هو احنا انقرضنا من شوية؟ واحد حب يعمل مفاجأة لمراته في عيد ميلادها اتجوز عليها. راجل ماشي في جنازة حماته وعمال يعيط جامد قوي، فصاحبه بيقول له ايه العياط ده كله؟ انت كنت بتكرهها بتعيط عليها ليه كده؟ قال له اسكت انا سمعت ان كتر العياط بيعذب الميت. راجل ومراته اتعزموا عند واحد صاحبه، فالراجل قاعد مع صاحبه ومراته قاعده مع مرات صاحبه. الراجل بيحكي لصاحبه بيقول له الستات لما بتكبر وتعجز بتبقى عامله زي العمله القديمه، لا انت تقدر تقراها ولا تقدر تستغنى عنها. فمراته سمعت الكلام راحت ردت عليه وهي بتكلم الست التانية وقالت لها والله الرجاله لما بيعجزوا ويكبروا ويبقوا عاملين زي المكيف القديم، ازعاج من غير تبريد. مسطول بيقول لصاحبه لو الدنيا قفلت في وشك رن عليها من رقم تاني. واحد بيقول لصاحبه لقيت واحده كاتبه بوست على الفيسبوك بتقول اكره صوت المشي لانه يذكرني برحيل حبيبي، نرجو من الجميع الانبطاح والزحف لمراعاة شعور الانيس. واحد دخل المطبخ لقى مراته بتعمل عشاء وباين عليها التعب، قال لها يا حبيبتي يا ريت اجيب لك زوجه تانية عشان تساعدك. راحت مدياله بالحله على دماغه ووزعت العشاء على الجيران. واحده قامت من النوم بتقول لجوزها يا حبيبي حلمت انك علمتني السواقه وجبت لي عربيه حلوه قوي. قال لها طب كملي نوم يا حبيبتي يمكن تعملي حادثه. واحده رومانسيه بتقول لحبيبها بكره ان شاء الله نتجوز وهشاركك همومك واحزانك ومشاكلك وتعاستك. الراجل ابتسم وقال لها بس انا ما عنديش هموم ولا مشاكل. قالت له ما انا بقول لك لما نتجوز. واحد بيقول لمراته ايه رايك يا حبيبتي نرجع زي ايام زمان تاني؟
قالت له ازاي يعني يا حبيبي؟ قال لها يعني لا اعرفك ولا تعرفيني. عجوزة سمعت الباب بتاع البيت بيخبط، بتقول مين؟ رد عليها ولد صغير، قال لها انا حفيدك. قالت له هتفيدني بايه يعني؟ واحد مراته بتجهز العشاء وشايفاه ماسك الموبايل وعمال يلعب فيه، راحت مخلصه تجهيز العشاء وقالت له يا حبيبي يلا عشان تاكل، ومعلش بعد ما نخلص اكل تديني الموبايل بتاعك عشان اكلم ماما، عايزاها في حاجه مهمه. الراجل قاعد يتعشى لحد ما الست نامت. محشش قالوا له ايه رايك نجيب لك بنت حلوه وجميله تكلمك بس بشرط تتكلم غيرك، ولا نجيب لك واحده وحشه تكلمك وتبقى ليك لوحدك؟ قال له يا عم اكل عسل مع الناس احسن ما اشيل الطين لوحدي. راجل عجوز دخل على الدكتور، قال له يا دكتور زوري واجعني وصوته مبحوح وعايزك تشوف لي اي علاج، مش بعرف اتكلم خالص. فالدكتور قال له امال انت بتكلمني ازاي؟ محشش دخل محل ساعات من الغالية، سأل صاحب المحل بكام الساعة؟ قال له ب200,000. قال له خلاص بكام 10 دقايق؟ اتنين مساطيل ماشيين في نص الليل، واحد بيقول للتاني الساعة كام؟ قال له معرفش انا معيش ساعة. قال له خلاص انا اعرف لك الساعة كام دلوقتي. التاني قال له هتعرف من النجوم ولا ايه؟ قال له لا من الصفارة. راح مطلع صفارة من جيبه وقعد يصفر. طلع راجل من الشباك بيزعق قوي بيقول له حد يصفر الساعة 3 ونص الفجر يا حمار. بنت مبسوطة وفرحانة دخلت البيت، لقت مامتها قدامها بتقول لها مساء الاناناس على اغلى الناس. مامتها قالت لها مساء الكنتاكي المطبخ بيستناكي. واحد دخل على مراته لقاها بتعيط، بسالها بتعيطي ليه يا حبيبتي؟ قالت له كل الجيران معانا في العماره بيقولوا عليا انا تخينه. قال لها ازاي الكلام ده؟ هاتي بس 3 كراسي وتعالي اقعدي جنبي فهميني. محشش راح الشغل متاخر، فالمدير بيقول له انت اتاخرت ليه؟ قال له معلش يا فندم حلمت ان عندي ضيوف. قال له وبعدين؟ قال له اتكسفت اقوم من النوم واسيبهم. واحد بيقول لصاحبه النور كان قاطع عندي امبارح وناس جم قعدوا معانا كان دمهم خفيف وزي العسل ومشيوا، وقبل ما النور يجي معرفناش هم مين. واحد مسطول شاف واحده في السوق اعجب بيها، راح جاب 20 جنيه كتب عليهم رقم تليفونه واداها لها. قال لها لو سمحت يا استاذه الفلوس دي وقعت مني. الست خدت الفلوس اشترت بيهم طماطم. الراجل وهو قاعد بالليل اللي ادالها 20 جنيه لقى بتاع الخضار بيتصل عليه وبيقول له الطماطم عجبتك يا حبيبه قلبي. واحد كل ما يجي ينام بالليل يقول لمراته لو مت ما تتجوزيش غير سيد ابن عمي. تاني يوم يجي ينام يقول لها لو مت ما تتجوزيش غير سيد ابن عمي. كل يوم على الحال ده. الست استغربت اول، قالت له كل ده حب لسيد ابن عمك؟ قال لها لا باع لي زمان عربيه وغشني فيه وانا عايز اردها له. واحده بتقول لجوزها هتعمل ايه لو فزت ب1,000,000 وجت عصابه خطفوني وطلبت فديه $1,000,000؟ قال لها معقوله الحظ يضرب مرتين في يوم واحد؟ لما تشحن رصيد يبعتولك عميلنا العزيز تم خصم 12 جنيه، عميلنا العزيز تم خصم 60 قرش على النوتة، عميلنا العزيز تم خصم 50 دمغة. امال لما كنتش عزيز كنتوا عملتوا ايه؟ كنتوا اخدتوا الموبايل رهن. الست الجدعة هي اللي تقف ورا جوزها لحد ما يقف على رجله ويروح يتجوز عليها. واحدة راحت تشتري فستان عجبها جزم اشترت شنطة. هكذا هي النساء، وتيجي تقول لك عايزة واحد يفهمني. مش لما تفهمي نفسك انت الاول وبعدين تتكلمي. واحدة بتقول لجوزها مالك يا حبيبي زعلان ليه؟ قال لها عندي مشكلة في الشغل. قالت له يا حبيبي انا وانت واحد، قول عندنا مشكلة. ايه بقى مشكلتنا؟ قال لها طيب تمام كده، احنا السكرتيرة بتاعتنا حامل في ابننا. مسطول معدي جنب ابوه، قال له ازيك يا ابو نسب؟ ابوه استغرب وقال له انا ابو نسب؟ المسطول قال له اه مش انت متجوز امي؟ قالت له برومانسية بتحب ايه؟ قال لها الكورة. قالت له قصدي من الكائنات. قال لها الحصان. قالت له قصدي من النسوان. قال لها جدتي الله يرحمها. قالت له ان شاء الله تحصلها يا بعيد. النهارده اتفرجت على برنامج طبخ ولقيت المذيعة بتقول هنعمل طبخة مكوناتها موجودة في كل بيت: كوباية بندق تركي، 11 لوح شوكولاتة، كوباية لوز محمر، مارشميلو. دخلت ادور عندي في المطبخ لقيت الكوباية بس. بعد زيادة الأسعار بلاش لحمة وبلاش فراخ وبلاش بيض وبلاش سمك وبلاش لبن ولا رز ولا مكرونة، علقوا محلية. انتوا عارفين ايه الفرق بين الست والنت؟ النت يخليك تكلم كل الناس، الست تخليك تكلم نفسك. عزيزات الأنثى، الراجل مثل الواي فاي، عندما تقتربين منه يرتبط بك وعندما تبتعدين عنه يبدأ بالبحث عن أجهزة أخرى. انتبه الله يرضى عليك. في مصر فقط لو قلنا مع السلامة تبقى عادي مفيش مشاكل، انما لو قلنا مع 1000 سلامة تبقى معناها غرفة 60 داهية.
اعلان نازل عن بيع مقابر بيقول لك 10 دقايق من كارفور. وهو انا هعمل ايه بكارفور وانا ميت؟ الراجل الحمش هو اللي يعرف امتى يقول لمراته نعم وامتى يقول لها نعمين. مرة واحد ابنه تاه منه، فضل يدور عليه، لقى واحد محشش سأله ما شفتش ابني؟ راح المحشش قال له تعالى معايا. راح معاه وطلعوا برج القاهرة وفضلوا يطلعوا كل دور. الراجل يقول له انت موديني فين؟ يقول له تعالى معايا بس. لحد ما وصلوا اخر دور المحشش قال له تعالى اقف عند المنظار كده. راح الراجل بص وقال له فين ابني؟ المحشش قال له انت شايف الناس دي كلها؟ قال له اه. قال له يعني انت سايب الناس دي كلها وجاي تسألني؟ صحفي بيسأل واحد مليونير وبيقول له انت قدوة لكل الشباب والكل عاوز يعرف ازاي نجحت وايه هو السبب الاساسي في نجاحك كمليونير. المليونير رد عليه وقال له السبب الرئيسي مراتي. الصحفي ابتسم، اكيد وراء كل راجل عظيم امرأة. وسأله وقال له حالتك كانت ازاي قبل ما تتجوز؟ المليونير قال له كنت ملياردير. يا مصريين، الخير موجود بس محتاج صبر، والصبر موجود بس محتاج رضا، والرضا موجود بس محتاج ايمان، وايمان بتغسل مش فاضي. وفجأة تديك الحياة شخص يخليك تسيب الدنيا كلها وتقعد تفكر هو اتحدف عليا من انهي داهية. عازب بيسأل متجوز ايه ميزة الجواز بدري؟ قال له انك بتجري على المحاكم وانت لسه بصحتك. مصري اتجوز اجنبية وحكى لها عن الاسلام وتعليمه فدخلت الاسلام، ولما رجعوا مصر عاشت مع اهله اسبوع. سألته اهلك امتى هيدخلوا الاسلام؟ محشش بيقول هم غلوا البيض وما قلناش حاجة، بس هموت واعرف ازاي صغروه. سبب تسمية المرأة قبل الزواج بأنسة وبعد الزواج بسيدة. أنسة مقتبسة من الإنس والسعادة والفرفشة، سيدة من سدة النفس والأيام السودة. واحد بيسأل مراته قال لها كلميني عن ثقتك فيا. قالت له ثقتي فيك زي اللبن اللي على النار، بفضل أراقبه طول الوقت وأول ما ألف ظهري يفور. منوفي بيبيع مشبك على عربية وعمال يقول خيار خيار خيار. سأل واحد مالك يا عم انت عمال تقول خيار وانت معاك مشبك؟ رد عليه المنوفي قال له بلخبط الدبان. محشش بيقول لا جيوب أنفية مريحاني ولا جيوب مادية مدلعاني ولا ناس عدلة مهنياني، ده مرار راكب جرار. زوجة بتقول لزوجها عايزاك تطرد السواق. قال لها ليه؟ قالت له مرتين كان هيعمل بينا حادثة ويموتني. قال لها معلش خلينا نديله فرصة تالتة يمكن تظبط معاه. الستات عندهم مشكلتين في حياتهم. المشكلة الأولى ما عندهمش دولاب يكفي الملابس بتاعتهم، والمشكلة التانية لو خارجين في أي خروجة ما عندهمش ملابس عشان يلبسوها. ما تعرفش ازاي بقى؟ ما تسألنيش. واحد بيقول لي صاحبه تعرف القشعريرة ودقة القلب اللي بتجيلك بقوة وانت بتتكلم عن حد بتحبه؟ فصاحبه قال له اه. قال له نفس الإحساس بحسه لما حد بيقول لي أنا عايز أجي أكل معاك. ولد ماشي ورا بنت عمال يعكس فيها ويقول لها يا تفاح يا عنب يا خوخ. شاف ابوها قال له ايه يا ابني انت مالك في ايه؟ قال له يا عم انت حد كلمك؟ قال له ما انا صاحب فرشه الفاكهه اللي انت بتعاكسها دي. واحد بيقول لي صاحبه كل ما اجي متاخر بالليل الاقي امي قاعده مستنياني ومعاها ابره وخيط وتقول لي خد يا ابني بالله عليك دخل لي الخيط في الابره، وكل يوم على الحال ده. جيت في يوم سالتها قلت لها بتخيطي ايه بالليل كده يا امي؟ قالت لي ما بخيطش حاجه، انا عايزه اشوفك جاي سكران ولا فايق. واحدة بتحكي لابنها حكاية قبل النوم وابنها رخم قوي. الأم بتقول له كان يا مكان؟ قال لها مكان مين؟ قالت له في بيت صغير في الغابة. قال لها بيت مين؟ قالت له بيت الأب والأم. قال لها هو ما عندهمش عيال؟ قالت له لا ما عندهمش عيال. قال لها ليه؟ قالت له ما تسمع وأنت ساكت. قال لها طيب. قالت له في يوم من الأيام. قال لها يوم إيه؟ سكران بيقول صيدلي بعت لي نكتة قلت له أضحك دلوقتي ولا بعد الأكل؟ عمل لي بلوك. معقول أكون لازم أضحك على الريق؟ واحدة بتسأل صاحبتها بتقول لها ازاي بتخلي جوزك يجيب لك طلبات البيت؟ قالت لها سهلة قوي، بكتبها له بوصف حلو، بقول له جيب لي جبنة بيضة زي قلبك، قشطة يا قشطة، سكر زي دمك، طماطم زي لون خدك، شطة زي مشاعرك. فصاحبتها قالت لها خلاص فهمت. راحت كاتبة لجوزها حبيبي هات لي معاك بصل زي ريحتك، لفت غسيل زي شعرك، بطاطس زي واحدة بتقول لجوزها انت بتحبيني انا اكتر ولا اللحمة؟ قال لها انت بتهزري يا حياتي، ده الشوربه لوحدها برقبتي. عزيزاتي الزوجه، لو حاجه باظت في البيت وجوزك قالك هيصلحها لك يبقى هيصلحها، مفيش داعي كل 6 شهور تفكريه. العروسه في مصر بتروح الكوافير الساعه 8 الصبح نستلمها 6 المغرب، تقولش نعيم فاصوليا.
محشش بيقول بفكر انام في الميكروويف، دفى ونور هادي وسرير بيليف، وكل شويه حد يفتح يحط لي اكل. مره كنت راكب الميكروباص وبكلم حبيبتي في التليفون ومندمج قوي معاها، وجيت وانا نازل لقيتني بقول للسواق على جنب يا روح. امرأة سألت جارتها ما هو السبب في نعومة ايديكي؟ فقالت لها انا بستعمل ربيع لغسول الصحون. جارتها قالت لها وبيتباع فين سائل الربيع ده؟ ردت جارتها وقالت لها لا، ربيع هو زوجي. اتجوز اختها عشان يغيظها، سافر ورجع لقاها في البيت، قال لها انت ايه اللي جابك هنا؟ قالت له حد يكلم مرات ابوك دي؟ صيدلي بعت لي نكته، قلت له اضحك دلوقتي ولا بعد الاكل؟ قام عامل لي بلوك. معقوله اكون لازم اضحك على الريق؟ محشش بيقول هي خديجه المغربيه بتاعت قلب الحبيب ملهاش في قلب الفلوس ولا هي تخصص مرقعه بس؟ فقط في مصر تلاقي الشحاتين قاعدين عند باب الجامع من غير صلاه عشان يدعوا لواحد مصلي طالع من الجامع كان بيأدي فريضه ربنا. امبارح واحد صاحبي قال لي نصيحة، لو واحدة ماشية في الشارع لوحدها اسبقها ومشي قدامها عشان تطمن. النهاردة وانا نازل الصبح لقيت بنت ماشية لوحدها، قلت انفذ النصيحة، خفيت رجلي مش عارف احصلها، سرعت رجلي سرعت رجلها، جريت عشان اسبقها لقيتها بتجري وبتصوت وتقول الحقوني عايز يخطفني. الواحد ما يعرفش يعمل خير في البلد دي. واحدة بتسأل جوزها انت شربت حشيش قبل كده؟ قال لها اه مرة واحدة. قالت له حصل لك ايه؟ قال لها جيت وطلبت ايدك للجواز. واحدة متطلقة وعندها 4 أولاد، اتجوزت واحد مطلق عنده 3 أولاد، وبعد ما اتجوزوا خلفوا بنت وولد. في يوم راجع من الشغل مراته قالت له عيالك وعيالي ضربوا عيالنا. النهارده اتبرعت لواحد معرفوش ب700 جنيه ونضارة شمس وموبايل. ما تعرفوش مدى السعادة اللي حسيت بها وهو بيقفل المطوة بيقول لي غور. واحدة اتصلت بجوزها وقالت له بعصبية انت فين يا زفت؟ قال لها عارفة بتاع الدهب اللي كان عنده الطقم اللي عاجبك؟ قالت له اه عارفاه يا روح قلبي يا حياتي كلها. قال لها انا عند الحلاق اللي جنبه يا زفته يا بنت الزفت. تم استدعاء مجموعة من المدرسين وحطوهم في طيارة، وعندما اغلقت ابواب الطائرة واوشكت على الاقلاع تم اعلامهم بان هذه الطائرة من صنع تلاميذهم. عندها هرعوا نحو ابواب الطائرة محاولين الهروب والنجاة بانفسهم باستثناء استاذ واحد كان يجلس في ثقة وهدوء. سألوه لماذا لم تهرب؟ فأجاب بثقة إنهم تلاميذي. فقالوا له لهذه الدرجة تثق بهم؟ رد بهدوء تف في وشي لو طارت. مرة 3 مجانين الدكتور جاب 3 كوبايات مية وقال لهم اغطسوا، غطس 2 والتالت ما غطسش. الدكتور فكر إنه خاف فقال له أنت ما غطستش ليه؟ قال له أنا خايف أغرق. واحد بيقول لمراته أنا النهاردة عايز رومانسية في البيت. راحت سألت أمها يعني ايه رومانسية؟ الأم قالت لها مش عارفة بس احتياطي انقع الرز. واحد اشترك في الجيم سأل المدرب فين الجهاز اللي هيظبط جسمه ويخلي مراتي تموت فيه؟ المدرب أخده وطلعه بره عند جهاز الصراف الآلي، قال له هو ده وباقي الأجهزة سيبك منها كلها كلام فاضي. واحدة بتسأل شيخ ليه الراجل ومراته لما يقعدوا مع بعض بعد الزواج ما بيكونش في شيطان طالتهم زي قبل الزواج؟ الشيخ قال لها مين قالك ما بيكونش في شيطان تالت؟ لا بيكون في ثالثهم بس اللي بيجي مش بتاع قلة الأدب، اللي بيجي بتاع النكد. واحدة صحيت من النوم مخضوضة سألها جوزها مالك يا ولية؟ قالت له كابوس حلمت اني اترملت. قال لها بعد الشر يا حبيبتي ان شاء الله انا وانت لا. حكمة محشش معلش هي اول 70 سنة في حياة الانسان بتبقى صعبة شوية وبعدها بترتاح خالص. ام كلثوم عندها اغنية اسمها مش فاضية اعاتبك مدتها 1 ساعة و40 دقيقة. تخيلوا لو كانت فاضية كانت عملت ايه؟ المرأة مثل الصابونة ملمسها ناعم وريحتها حلوة، ولكن اذا ضغطت عليها خرجت من بين ايدك، واذا دوست عليها اتزحلقت واتكسرت عظامك. نصيحة عامل صابونتك بريف. واحد راح للدكتور بيقول له يا دكتور انا عندي صداع. قال له بتنام الشباك مفتوح ولا مقفول؟ قال له مقفول يا دكتور. قال له طيب افتحه قبل ما تنام وتعالى بعد يومين. جاله بعد يومين الدكتور قال له الصداع راح. المريض قال له الصداع راح والتلاجة راحت والتلفزيون راح. تعريف العائلة في مصر: الأب وزارة المالية، الأم وزيرة الداخلية، الأخ الأكبر مواصلات، الأخت الكبرى مستشارة، بقية الأخوة مواطنين مظلومين، وآخر العنقود مباحث. حكيم بيسأل محشش لو خيروك بين العقل والمال هتختار ايه؟
المحشش قال له المال، الحكيم قال له لا انا هختار العقل. المحشش ضحك وقال له كل واحد بيختار اللي ناقصه. الام المصريه لو جوزها مش موجود ما بتعملش غدا للاولاد، ولو جوزها في الشغل ما بتعملش غدا للاولاد، ولو جوزها معزوم ما بتعملش غدا للاولاد، ولما تزعل من جوزها بتقول له انا عايشه معاه عشان الاولاد. طيب غديهم الاول عشان يعيشوا. مره واحد كان قاعد في الصاله، مراته دخلت عليه لقيته بيقرا في كتاب الراجل سيد المنزل. قالت له يا راجل انت مش هتبطل قرايه الكتب الخياليه دي؟ واحد اسمه عبده عيان في المستشفى، واهل الحي عايزين يروحوا يزوروه وعددهم 13 واحد. اتفقوا مع واحد عنده ميكروباص يوديهم للمستشفى وكل واحد يدفع 100 جنيه. فضل كرسي فاضي، فالسواق قال لهم شوفوا واحد كمان عشان نكمل العدد. قالوا له لا خلاص ده عددنا، اتكل على الله. ولما بدأ يتحرك شافوا واحد من جيرانهم اسمه ربيع جاي يجري من بعيد وبيحاول يوقف الميكروباص. السواق قال لهم خلونا ناخده معانا ونكمل العدد. قالوا له لا ما توقفش، ده ربيع النحس واللي ركب الميكروباص لازم يحصل حاجه. السواق قال لهم لا والله انا اولى بالفلوس ولا يهمكم، بلا نحس بلا بطيخ، اهم حاجه ال 100 جنيه. قالوا له انت حر وذنبك على جنبك. اول ما ربيع فتح الباب قال لهم انزلوا يا جماعه، عبده طلع من المستشفى. طفل مصري راجع البيت متاخر. الاب اتاخرت ليه كل ده؟ الابن معلش يا بابا اصل كان في واحد واقعت منه 20 جنيه في الشارع. الاب وطبعا هتقول لي كنت بتدور معاه عليه. الابن لا كنت دايس عليها ومستنيه يمشي. واحد سأل صاحبه انتهت الخناقه بينك وبين مراتك على ايه؟ قال له جت لحد عندي ركعه على ركبتها وقالت لي اطلع من تحت السرير يا جبان. اجنبيه فتحت الباب لزوجها، حضنها وقال لها وحشتيني. شافهم اخونا المصري عجبته الحركه وفتحت مراته الباب وبعدين حضنها، راحت مصرخه وعيطت وقالت بالله عليك مين اللي مات؟ محشش فاتح محل ملابس، دخلت عليه واحده بتقول له عايزه تيشيرت العيل في تانية ثانوي، قال لها علمي ولا ادبي؟ واحد بيعاكس واحده قال لها تاخدي 10 جنيه وتوريني حته من ايديكي، قالت له هات 100 جنيه واوريك باخد الحقنه فين. اداها ال 100 جنيه قالت له في الصيدليه اللي على اول الشارع. محشش لقى مراته واقفه مع واحد في البلكونه، ساله انت ايه اللي جايبك هنا؟ قال له انا عسكري مزلط ونزلت بالغلط. رد المحشش يا اخي اتدربوا كويس، امبارح لقيت 2 في البانيو وقالوا لي احنا من البحريه. في واحد دايما صايم، سالوه ليه؟ قال لهم مراتي كل يوم والتاني تسالني انا حلوه اقول لها ايوه، تقول لي طب احلف واحلف واصوم 3 ايام، ودي حالتي من يوم ما اخدتها. محشش راجع البيت لقى مراته ما عملتش اكل، زعل ودخل ينام. جت تراضيه وقالت له حبيبي اعمل لك مساج، قال لها والله لو عملت لي ارميه بحلته في الشارع. واحد ومراته ماشيين في السوق، بعد شويه مراته ضاعت منه فقعد يدور عليها وهو ماشي، قابل واحد تاني مراته ضايعه منه برضه، فقال له انت مراتك شكلها ايه؟ قال له بيضه وطويله وعينها خضراء وشعرها اصفر ولابسه فستان فوق الركبه. وانت مراتك شكلها ايه؟ قال له سيبك منها وتعالى ندور على مراتك. بخيل اشترى جزمه جديده شالها تحت باطه ومشى حافي، بعد شويه دخل في رجله مسمار بسها وقال لها كان هيجي فيك يا غاليه. عريس بيقول مش قادر استوعب ازاي مكياج العروسه ب 5000 ودهان الشقه بالسلم ب 2000 جنيه. محشش بيضرب مراته كتير، فمره شاف اجنبي بيدلع في مراته وقال لها شفت القمر يا حبيبتي؟ قالت له اه يا حبيبي، قال لها انت احلى منه يا حبيبتي. سمع المحشش الكلام وقال انا لازم اعمل كده زيه. راح على البيت واول ما دخل زعق وقال يا سعديه. قالت له عاوز ايه انت؟ قال لها شفت القمر؟ قالت له اه شفته. هو انت شايفني عاميه زي امك ولا حوله زي اختك؟ قال لها مفيش فايده يا بنت الكلب، فين العصايه؟ اطفيه وشغله، هي الخطوه الاولى في تصليح اي حاجه خربانه في مصر. حتى لو تعبان يقول لك نام واصحى هتبقى كويس. شعب عايش على اعاده التشغيل. واحده متجوزه جديد اتصلت بامها وبتقول لها الحقيني جوزي عايز شاي كشري، انا دلوقتي اعمله بعدس اصفر ولا اسود؟ شاب اتجوز واحده عجوزه قوي وغنيه، ليله الدخله حضنها جامد عشان يتقطع نفسها وتموت، لقاها بتضحك وبتقول له حضنك ده رد فيا الروح. في اسد ونمر وديب وثعلب وفار تايهين في غابه، النمر قال يا جماعه احنا جوعنا، الثعلب قال له ايه رايكم ناكل اضعف واحد فينا، الفار رد وقال اقسم بالله اللي هيلمس الاسد هطلع عين امه. ولد بيسال ابوه بابا يعني ايه راجل؟ قال له يا حبيبي راجل يعني حمش، يعني يقول الكلمه مره واحده فتتنفذ. رد الولد وقال له يا سلام يا بابا، يا ما نفسي اكبر وابقى راجل زي ماما. في بلد كلها اغبياء، في نهايه البلد حفره كبيره، كل ما واحد يعدي يقع في الحفره، فقالوا لازم نجيب حد ذكي يحل المشكله دي. جابوا اذكى 3 في البلد، الاول قال احنا نقف هنا واللي يقع نطلعه ونوديه المستشفى. التاني قال له انت غبي، ما احنا نجيب الاسعاف تقف هنا واللي يقع تاخده هي توديه المستشفى. التالت قال ما انتوا بلد اغبياء بصحيح،
ما احنا نردم الحفره دي ونحفر واحده تانية عند المستشفى. الرجاله نوعين، النوع الاول يسمع مراته ويقرا افكارها ويفتخر بيها ويدعمها، واذا كانت غضبانه يمتص غضبها ويجعلها هاديه ومبتسمه. اما النوع الثاني هو اللي عندكم كلكم. مره واحد ركب اتوبيس وراح الاتوبيس وقع في الميه، الراجل طلع من الاتوبيس وراح ضرب غطس طلع 20 واحد من تحت الميه. عدى راجل قال له الله انت عملت عمل بطولي. رد قال له بطولي ايه؟ انا بدور على الكمثرى عشان اخد باقي ال 20 جنيه. الست بكلمه حلوه من جوزها بتنسى كل زعلها منه، والراجل بكلمه حلوه من اي واحده بينسى انه متجوز اصلا. واحد دخل عيد ميلاد لقى بابين، باب للحريم وباب للرجاله. دخل من باب الرجاله لقى بابين مكتوب عليهم القرايب والاصحاب. دخل من باب الاصحاب وبعدين لقى بابين مكتوب عليهم بهديه وواحد من غير هديه. دخل باب من غير هديه لقى نفسه في الشارع. حكمه محشش: العقل السليم في البعد عن الحريم. واحده جوزها مات ولقت في الوصيه انها تحط كل امواله معاه في القبر، بعدين حطت معاه صندوق صغير. المحامي قال لها انت كده ما نفذتيش الوصيه. قالت له انا حطيت كل فلوسه في حسابي في البنك وكتبت له شيك باسمه يستحق الصرف في اي وقت. وهنا لسع ابليس ابنه كف وقال له اتعلم يا ابن الكلب. واحد بيقول لمراته يا حبيبتي غمضي عينيكي. غمضت عينيها. قال لها شايفه ايه؟ قالت له شايفه سواه. قال لها هو ده اللي انا شايفه معاكي من يوم معرفتي. واحد اعزب بيسال واحد متجوز ايه فايده الجواز بدري؟ المتجوز قال له انك تقدر تجري على المحاكم وانت بصحتك. مسطول بيقول لصاحبه لو ما معكش فلوس تلف الكره الارضيه هات لك صندوقين بيره والكره الارضيه هتلف بيك لوحدها. طبيب نفسي بيقول عندما يحين موعد النوم ضعوا كل مشاكلكم في الخارج وناموا بهدوء. رد عليه واحد وقال له معقوله يا دكتور هنناموا ونسيبوا نسواننا تنام بره؟ واحد كاتب بوست للستات بيقول ما تظلميش حبيبك انه بيخونك مع واحده تانية، ما يمكن انت التانية اللي بيخون حبيبته معاها. مسطول بيقول عايز اسال سؤال قانوني، في حاله موت الشهود اللي في عقد الزواج يقدر الواحد ينكر انه متجوز؟ ست بتقول لجوزها قول لي كلمه احس فيها ان مراتك. قال لها انت طالق. غبي اشتغل في السعوديه راعي غنم، سالوه اهله انت بتشتغل ايه؟ قال لهم بفسح المعيز. مره صرصار طلع من الخلاط قال يخرب بيت اللي يدخل الملاهي تاني. واحد صعيدي في برنامج الكاميرا في الملعب سالوه بتشجع مين؟ قال لهم المقاولين العرب. قالوا له بتحب مين في المقاولين العرب؟ قال لهم الجماعه بتوع المحاره. واحد شحات راح لواحد عجلاتي قال له اعطيني من معطاك الله. العجلات اداله عجله وقال له خد لك لف. واحد دماغه لفت قابلها في الشارع التاني. مدير مدرسه عمل فرح وزع على المعازيم ارقام دروب. بخيل اتجوز موظفه اتفق معاها ان المصاريف عليه والايجار عليه. بعد 20 سنه مات اكتشفت ان الشقه بتاعته. واحد غبي حب يدرب ابنه على الجاري ربطه في قطر. واحد بيحشش بيقول لصاحبه امبارح جيت اسحب نفس قالوا لي مفيش رصيد. واحد محشش دخل البنك قال للموظف عايز اعمل سحب 50,000 جنيه. الموظف قال له من حساب مين؟ رد عليه قال له من اي حساب مش مشكلتي بس بسرعه لو سمحت. طفل بيقول لابوه بابا ينفع اتجوز جدتي؟ قال له انت حمار يا ابني دي امي هتتجوزها ازاي؟ قال له عادي ما انت اتجوزت امي وما زعلت. واحد بيقول لخطيبته هاجيلك كمان شويه اول ما زمرلك انزليلي. قالت له حبيبي الف مبروك جبت عربيه؟ قال لها لا يا روحي جبت زماره.